هعيد تاني الموضوع ده. لو انت مش قد العربية، يعني لو انت مش قد ان انت تصرف على العربية قطع غيار وصيانة والبهدلة بتاعت العربية دي، بلاش تشتري لو انت متردد في الموضوع. لان العربية مش هي الفلوس اللي انت بتدفعها مقابل ان انت تاخد العربية من صاحبها وخلاص، لا. العربية حوار تاني خالص. ده انت بتدفع تمن العربية، ده حاجة، ده المقدمة كده. تستلم العربية من الراجل، انت كده مش كده انت خلصت، لا، ده انت لسه في بحر فلوس جاي. بحر فلوس طبعا من بنزين وزيت وصيانة، ولا قدر الله حوادث، قطع غير نار. يعني مثلا هديكوا مثل. اول امبارح كنت بشتري ترمبة بنزين بتاعت عربية صيني. عربية صيني يعني قطع غيارها مش غالية، معروف ان هي عربية قطع غيارها حنينة يعني. BYD عربية منتشرة في التاكسي جدا وشغالة اوبر وكريم، والناس كلها يعتبر معجبة بيها وبتجيبها عشان هي فيها كل مواصفات العربية الاقتصادية. بكام ترمبة البنزين؟ حاجة كده قد كده بلاستيك بتخش في التانك. بكام؟ ب1600 جنيه. أنا فاكر إن هي كانت من سنة ونص بحوالي 700 جنيه أو 650 جنيه. يعني هي زادت 1000 جنيه عن التمن بتاعها الأساسي، اللي هو أصلا كان غالي برضو أو كان كتير. فأنت بتتكلم في ترمبة بنزين بالتمن ده، حاجة استهلاكية كده بتبوظ من البنزين الوحش أو بنزين المتزود بالمية. قيس على كده بقى حاجات كتير قوي في قطع الغيار، في الكاوتش. يعني مثلا العربيات، معظم العربيات اللي موجودة دلوقتي يمكن 90% منها الكاوتش بتاعها مقاسه كبير، يعني 15 و16 فردة كبيرة يعني، فبتبقى غالية. زمان كان الكاوتش كله بتاع العربيات ال 31 وال 25 وال 27 وال 28 واللادا، كل ده كاوتش 13 مقاسه 13 ده صغير يعني. كانت بتبقى الفردة رخيصة. دلوقتي انت الفردة ال16 وال17 وال15 بالنسبة للكاوتش دي فردة كبيرة. كل ما الفردة بتكبر كل ما سعرها بيزيد. فانت عندك الفردة ال13 وال14 دلوقتي بتعمل من 2000 ل 2400 او 2500. فانت لما تيجي تطلع بقى لل15 وال16 وال17 هتلاقي الفردة عاملة 4000 5000. انت عايز تجيب طقم، يعني انت بتتكلم في 20000 جنيه 16000 جنيه، وعلى حسب النوع حسب الماركة. ممكن تجيب ياباني، تجيب صيني، تجيب كوري. فطبعا انت خير الامور الوسط، مش هتجيب صيني ومش هتجيب اغلى حاجة اللي هو الميشلان والبريدج ستون، فهتضطر تجيب ايه؟ تجيب كوري هانكوك بتاع، فبرضه مش رخيص. فده في بند واحد اللي هو بند الكاوتش. انت ما روحتش بقى البند زيت الفتيس، ما روحتش بقى البند زيت الموتور. زيت الموتور دلوقتي الموتور بس، زيت الموتور بس اللي هو ال10000 كيلو أنا بحطه في عربيتي ب1250 جنيه. 1250 جنيه زيت موتور بس. تخيل انت، زيت موتور بس ب1250 جنيه، وفي حاجات أغلى. وده 10000 كيلو، يعني ممكن لو انت استهلاكك بالعربية كتير وبتطحن بالعربية ممكن ما يكملش معاك 3 شهور. على حسب بقى، ممكن يقعد معاك 5 شهور 4 شهور 3 شهور. لو دي عربية شغل وشغالة ممكن يقعد في العربية شهر ونص شهر، لو العربية دي كل يوم بتسافر وبتروح وبتيجي. 1250 زيت موتور بس، وممكن يكون زاد الأيام دي، أنا بقالي 3 4 شهور ما غيرتهمش. فأنت بتتكلم في 1250 زيت موتور وقلب ترمبة بنزين، ده غير البنزين، ده غير الكاوتش، ده غير زيت الفرامل، ده غير انت عايز تروح للميكانيكي عشان مش عارف ماستر ايه باظ، عشان ماستر ايه ضرب، عشان التيل خلص. هتلاقي نفسك داخل في دايرة سودة ملهاش حل. فانت لو مش قد ان انت تصرف على العربية قطع غيار، عشان انا اعرف ناس كتير بعد ما جابوا العربيات وعربيات مش رخيصة بلاقيهم راكنين العربية. اسأله انت راكن العربية ليه؟ مش بتستخدمها ليه؟ بلاقيه مثلا بيركب اوبر وبيركب مواصلات او يقول لي عايزه كذا وانا مش معايا اصلحها، وحاجه ما بتبقاش غاليه قوي. بقول له، يقول لي لا، ما انا كل يوم بعمل فيها حاجه. العربيه مش منتهيه، هي عربيه مش حديثه ومش قديمه، بس هو الحاجات غاليه قوي، غاليه جدا كده. غيار غاليه غاليه غاليه. ومراكز الصيانه ما بترحمش. انت ممكن تروح عند مركز صيانه تكون عندك مشكله في حاجه واحده، لو انت ما عندكش خبره وبتفهم قوي في العربيات هيدخلك في 3 4 في مواضيع في بعضهم، وتلاقي نفسك تصرف 16000 جنيه